دي الريد دراجون كي 681 لوحة مفاتيح بتيجي بحجم 75%، يعني مش بيكون موجود فيها الجزء بتاع الآلة الحاسبة، ودي حاجة بتخليها مناسبة جدا على المكاتب اللي بتكون بحجم صغير عشان يكون عندك منطقة مناسبة لاستخدام الماوس. فخامة الكيبورد هنا بتبدأ من أول التصميم، واللي أول ما هتشوفه هتحس إنك شايف قدامك حتة حلويات، وعايز أقولك إن الشكل الجامد ده هيشجعك إنك تبقى عايز تاكلها، بس أنا طبعا مش هعمل كده عشان محتاجها. الكيبورد بالكامل هنا بتكون جاية متصنعة من البلاستيك، وفي نفس الوقت وزنها بيكون تقيل عشان ما تتحركش من مكانها، وكمان بيكون عندك مستويين لدرجة ميول الكيبورد عشان تقدر تظبطه على حسب راحتك أثناء الكتابة. وعايز أقولك وانت بتكتب على الكيبورد دي هتحس إنك بتدلع صوابعك لأن ملمسها بيكون زي الحرير بالظبط. وبالنسبة للتوصيل فبتقدر توصل الكيبورد دي بثلاث طرق مختلفة، يعني تقدر توصلها عن طريق البلوتوث عشان لو عايز تشغلها على التابلت أو الموبايل أو شاشة التلفزيون، وكمان بتقدر توصلها عن طريق القطعة اللي بتكون جاية معاها ال 2.4 جيجا هرتز عشان تاخد أسرع وقت استجابة، وكمان بتقدر توصلها عن طريق السلك. وبالنسبة للبطارية فبتكون بسعة 4000 ملي أمبير، وبتقعد معايا حوالي 10 أيام تقريبا. وبالنسبة لمحتويات البوكس فبيكون عندك الكيبورد وكابل التوصيل والأداة الخاصة بفك المفاتيح والسويتشات، وبيكون موجود عندك 3 سويتشات إضافيين، وطبعا السويتشات هنا بتكون باللون السيلفر، وطبعا بتكون من نوع كريمي. وخليني أقولك إن